السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبطال الصف الثاني إعدادي. معاكم مستر محمد الباشا في قناة ماس ميرور. في الفيديو ده إن شاء الله هنحل مع بعض مذكرة المراجعة النهائية لمادة الماس للصف الثاني إعدادي اللي نزلها توجيه الرياضيات في محافظة بورسعيد. معانا السؤال الأول بيقول لي if A is the first proportional of the two numbers 6 and 9 then what is the value of A. طبعا عندي هنا ال A ترتيبه first، يبقى أنا هحط هنا ال A قبل ال 6 وال 9، يبقى عندي هنا A 6 and 9 are proportional. طيب طالما عندي 3 values أو 3 quantities يبقى أنا عندي ده بنسميه continued proportion. طب ال continued proportion أنا عايز هنا مين؟ عايز ال first تبقى النسبة ليه. طب ليه قانون عندي؟ ليه قانون ال first proportional equal مين؟ equal المين باور 2 over الثيرد، مين باور 2 اوفر ثيرد. طب مين هو المين؟ اللي هو الرقم اللي في النص اللي هو 6، يبقى هناخد 6 باور 2 divided by 9 يعني equal 36 divided by 9 اللي هي تطلع معانا ب 4، يبقى نختار C. نمبر 2 بيقول لي the third proportional of the two numbers 16 and 4. انت عايز هنا مين؟ الثيرد proportional، يبقى اجي في الاخر كده ادي first second يبقى third بعدهم، يبقى نحط هنا x. طيب طالما برضو دول 3 quantities يبقى ده بالنسبه لي continued proportion. طيب الثيرد ليه قانون عندي؟ ليه قانون. طب ايه هو؟ القانون الثيرد عباره عن المين باور 2 اوفر الفيرست، مين باور 2 اوفر مين؟ اوفر الفيرست. طيب مين هو المين في الحاله دي؟ اللي هو ال4، يبقى ناخد ال4 باور 2 divided by ال 16 يعني equal 16 divided 16 اللي هي تطلع معانا ب 1، يبقى نختار letter A. Number 3 if B is a middle proportional between 2 and 8 what is the value of B. طيب هو هنا بيقول لي ان ال B ده الميدل بروبورشن او المين بروبورشن، يبقى هاجي هنا اجيب البي احطها ما بين مين؟ ما بين ال2 ما بين ال8. طيب يبقى انا عندي هنا 2 b and 8 are proportional. برضه طالما عندي 3 quantities او 3 ارقام يبقى ده continued proportion. طيب عشان اجيب البي اللي هو المين proportion ده ليه قانون عندي، ايه هو؟ positive or negative root الفيرست multiply الثيرد. positive or negative first multiply third يعني equal positive or negative root الفيرست عندي هنا 2 والثيرد 8 يعني 2 multiply ال 8 يعني هتبقى positive or negative root 16 يعني equal positive or negative 4، يبقى نختار letter B. نروح بعد كده على number 4 بيقول لي if y over 10 equal x over 6 what is the value of x over y. طب انا عايز اجيب ال x over y. طب هما الاثنين موجودين في الانتيسيدنتس، طب انا هاخد بالترتيب من x اروح ل y، يبقى لو انا خدت الانتيسيدنت x over الانتيسيدنت y يبقى ده equal consequent 6 over consequent مين؟ 10، يعني هيبقى ال x over y equal 6 over 10. طيب موجوده عندي في الاختيارات 6 over 10؟ لا. طب تعالى نعملها simplify divide by 2 يدينا 3 وهنا divide by 2 يدينا 5، هتطلع معانا 3 over 5 اللي هي letter C. number 5 if x equal set 2 and y equal set 3 عايز اجيب البرودكت او الكارتيزيان برودكت للاكس multiply الواي، يعني عايز اجيب set 2 multiply set 3. طيب ده بيدينا set of ordered pair. الاوردر بير دي بتتكون من الفيرست بروجيكشن والسكند بروجيكشن. الفيرست بروجيكشن بيكون بيلونج تو فيرست سيت والسكند بروجيكشن بيكون بيلونج تو سكند سيت. طيب يبقى انا عندي هنا هيدينا اوردر بير 2 اند مين؟ 2 اند 3. طب لو قال لك هات لي الواي ملتبلاي الاكس يبقى هنعكس، يبقى ده هيدينا سيت اوف اوردر بير اروح من الواي للاكس، يبقى همشي كده يبقى 3 اند 2. ده لو طلب الواي ايه؟ الواي ملتبلاي الاكس. طبعا هيبقى الاختيار بتاعنا او الاجابه هتبقى لتر سي. Number 6 بيقول لي if set x equal 2 and 3 and set y equal 4 and 8 then the ordered pair 3 and 4 belong to. طيب انا عندي هنا ال 3 اصلها مين؟ اصلها في الاكس. طيب وال 4 اصلها فين؟ اصلها في الواي، يبقى انا كده مشيت من الاكس للواي، يبقى ده كده belong to Cartesian product x multiply الواي اللي هي letter A. طيب افرض هو كان قايل لي مثلا كان بيسأل عن 3 and 3. طيب ال 3 اصلا belong to x وال3 الثانيه دي belong to x، يبقى الاجابه في الحاله دي كانت هتبقى x2 او اللي هي x multiply x. طيب لو كان قايل لي مثلا 4 and 4، طب ال 4 belong to y وال4 الثانيه دي belong to y، يبقى دي belong to Cartesian product y multiply y او اللي هي y2. طب لو مش العكس مثلا قال لي 4 and 2 4 and 2، لو قال لي ordered pair 4 and 2، طب ال 4 belong to y وال 2 belong to x، يبقى ديت belong to y multiply ال x.
نمبر 7 بيقول لي if the ordered pair 3 and y equal ordered pair x plus 1 and 5. طيب في الحاله دي بنعمل ايه؟ بناخد الفيرست بروجيكشن equal الفيرست بروجيكشن والسكند بروجيكشن equal سكند بروجيكشن. طيب يعني هناخد الاكس بلس ال1 ده اللي هو الفيرست بروجيكشن هنا ونساويه بال3. يبقى انا عندي هنا x بلس 1 equal 3. اصبحت ايكويشن نحلها هنودي ال1 بالماينس 1 هتطلع 3 ماينس 1 ب2 يبقى هنا x equal 2. طيب نيجي نبروزها كده ونجيب الواي. انا عندي هنا الواي السكند بروجيكشن وهنا ال5 سكند بروجيكشن يعني الواي equal 5. كده معانا الفاليو للاكس والفاليو للواي اعوض هنا يبقى 2 multiply value of x ب 2 plus الواي ب 5 يعني 4 plus 5 equal 9 يبقى نختار letter A. number 8 if R equal set of ordered pair 5 and 4 4 and 2 3 and 1 is a function then the domain is الدومين اللي هي the elements belong to the first projection اللي ظهرت في الفيرست بروجيكشن هي دي بسميها الدومين اللي هي ال5 وال4 وال3. يبقى نختار 3 4 5 او 5 4 3 هتبقى letter A. طيب لو سأل هنا عن الرينج لو السؤال بدل كلمة دومين كتب لي رينج يبقى في الحالة دي عايز اختار اللي في السكند بروجيكشن اللي هي مين؟ الواي وال2 ال4 وال2 وال1. يعني لو قال لي رينج يا شباب يبقى هنقول له ايه؟ 4 2 and 1 اللي هي letter B. نيجي ل 9 بيقول لي if is a function from R to R and f of x equal 3. ديت طبعا ركزنا عليها في المراجعه. f of x equal 3 دي كده constant function قيمتها ما بتتغيرش. نخلي بالنا f of x equal 3 مهما غير لك قيمه الاكس هتطلع الناتج بتاعي بكام؟ ب 3. طب هو بيقول لك f of 6 يبقى ديت ب 3 بلس f of 1 دي برضه ب 3 يبقى 3 بلس 3 equal 6. طب اجي قال لك طب هات لي f of 6 over f of 1 نفس الفكره يا شباب يبقى هنقول 3 over 3 في الحاله دي هتبقى equal كام؟ هتبقى equal 1. طبعا هنا الاجابه بتاعتنا هتبقى نمبر 6 اللي هي letter D. نروح بعد كده على نمبر 10 بيقول لي f is a function from R to R and f of x equal 3. عايز اجيب مين؟ دي برضو constant function. عايز اجيب 3 f of 7 يعني 3 multiply القيمه بتاعت ال f of 7. طب ما دي constant function احنا قايلين عليها قيمتها ما بتتغيرش هتفضل ب 3 يعني هتبقى 3 multiply 3 تطلع معانا ب 9 اللي هي letter D. نمبر 11 بيقول لي the straight line which represents the function f where f of x equal 2x minus 6 intersect x axis. ساعة لما اشوف intersect x axis على طول قول لي يبقى ال f of x بزيرو او اللي هي يعني الواي. يبقى الواي بكام؟ يبقى الواي بزيرو او ال f of x بزيرو. حضرتك هتيجي هنا تقوم جاي شايل ال f of x ونحط مكانها زيرو. تمام؟ يبقى 0 equal 2x minus 6. طيب ودي الماينس 6 الناحية التانية ببوزيتيف 6 يبقى 2x equal 6 divide by 2 divide by 2 تطلع معانا قيمة الاكس بكام؟ ب 3 واحنا قلنا ان الواي بكام؟ بزيرو يبقى ده هيدينا اوردر بير 3 اند 0 اللي هي لتر دي. تمام؟ طيب لو كان السؤال بدل ما هو اكس اكسس قال لي انترسكت واي اكسس في الحالة دي احط الاكس هي اللي بزيرو. في الحالة دي لو قال لي انترسكت واي اكسس لا في الحالة دي هنحط الاكس بايه؟ الاكس بزيرو يبقى نعوض عن الاكس بزيرو ونحسب قيمة الاف اوف اكس او اللي هي الواي. نمبر 12 بيقول لي what is the solution set of the equation root 2x plus 1 equal 3 in R. طيب سهلة جدا هناخد ال1 نوديها هناك بالماينس 1 هيبقى معايا هنا root 2x equal 3 minus 1 equal 2. بعد كده ناخد ال 2 sides divide by root 2 عشان نجيب ال x divide by root 2 هتطلع معايا ال x equal 2 over root 2. طيب لو جينا حسبناها بالكالكوليتور هنقول 2 over root 2 هتقوم طالعه معانا بروت 2 يبقى احنا هنقول له الاجابه هتبقى دي اللي هي set of root 2. تمام؟ نروح بعد كده على نمبر 13 بيقول لي what is the solution set of the inequality x minus 3 more than or equal 1 and less than or equal 5 in R. جميل انا عايز اجيب الاكس تبقى موجوده هي في الميدل سايد لوحدها يبقى الماينس 3 هنوديها التو سايدز وهتروح مره في الايه في الرايت سايد بالبوزيتيف 3 وبرده تروح الليفت سايد بالبوزيتيف 3 فيبقى عندي هنا x more than or equal 1 plus 3 equal 4 وهنا less than or equal و5 plus 3 equal 8 يبقى انا عندي هنا الاكس greater than or equal 4 and less than or equal 8 يعني هتبقى belong to the closed interval 4 and 8 اللي هي هتبقى معانا letter A. نروح بعد كده على number 14 بيقول لي if ABC is a triangle in which measure angle B equal 80 و measure angle A equal 50
طيب مين الاوبزيت للبي؟ هو بيقول لي هنا انا عايزك تقارن لي ما بين السايتس اللي قدامنا في الاختيارات. طيب طالما عندي ميجر بي ب 80 وميجر A ب 50، طب ده معناها ان ميجر انجل B دي مور ذان ميجر انجل A. واحنا واخدين لو عندي انجل جريتر ذان انجل في تراينجل، يبقى الاوبزيت سايد للجريتر انجل هيكون جريتر ذان الاوبزيت سايد للسمولر انجل. فمين الاوبزيت للانجل بي؟ اللي هو الاي سي. بنشوف الحرفين اللي ناقصين ونكتبهم. يبقى الاوبزيت للبي اللي هو اي سي هيكون مور ذان الاوبزيت للاي اللي هو بي سي. يبقى انا لو عندي في الاختيارات الاي سي مور ذان بي سي هنختارها. طب تعال نشوف، هنا اي بي ليس ذان بي سي وهنا اي بي مور ذان بي سي، ايوه هي دي، يبقى نختار مين؟ بي. طيب نروح بعد كده على نمبر 15. بيقول لي in the opposite figure if point A B C and D are on the same straight line and the EC less than AD. طيب فين ال EC اهي، فين ال AD اهي، تمام، EC less than AD. جميل. طيب ما احنا السؤال ده عدى علينا كتير، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضيف الجزء دوت للتو سايدز. يعني انا عندي ال EC less than ال AD، فقلنا هنعمل adding لللاين سيجمنت DE to both sides. يبقى انا هاجي هنا ازود على الاي سي، هنزود عليها دي اي وتبقى العلامه زي ما هي، وهنا برضو الاي دي هنعمل لها اد دي اي. طب تعالى كده نشوف الاي سي لو عملنا لها اد مع الدي اي هيدينا الدي سي كلها، يبقى هنا دي سي هتبقى ليس ذان، والاي دي لما نعملها اد مع الاي دي هيدينا الاي اي كلها. جميل. يبقى انا عندي المفروض دي سي ليس ذان اي اي. طب هو كاتب دي سي هنا في الرايت سايد، ابص العلامه بتبص على مين؟ العلامه بتبص على الاي اي، يبقى انا اخلي العلامه بتبص على الاي اي. تمام. يبقى على حسب اتجاه العلامه هنختار الاختيار بتاعنا. هنا العلامه بتاعتنا بتبص على الاي اي، يبقى دي سي ليس ذان اي اي او اي اي مور ذان دي سي. طبعا هنختار هنا اي اي مور ذان دي سي اللي هي لتر بي. نروح ل 16. In the opposite figure what is the projection of the line segment AB on the line segment BC. طيب بصوا يا شباب، فين الاي بي؟ الاي بي اهي. لما اجي اجيب البروجيكشن على البي سي، تمام، اول حاجه افكر فيها الكومون بوينت او النقطه المشتركه. ايه الحرف اللي اتكرر ما بين الاثنين؟ الاقي اللي هو لتر بي، يبقى اول حاجه اكتبها بي. بعد كده خلاص يبقى البي دي متكرره، يبقى البي هتبقى البروجيكشن بتاعها اتسلف. نشوف بعد كده الاي هيبقى مين البروجيكشن بتاعها على البي سي. طب الاي اهي وفين البي سي اهو، ادور الاي بتمشي في اتجاه الرايت انجل، يبقى الاي هتفضل نازله لتحت 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 كده لغايه ما توصل لمين يا شباب؟ هتوصل لدي، يبقى الناتج بتاعي لاين سيجمنت بي دي اللي هي لتر بي. نمبر 17 the area of the circle of diameter length 10 سنتيمتر. انت بتسال على مين؟ على الاريا. اكتب قانون الاريا على طول، يبقى الاريا ايكوال مين؟ باي ار باور 2. طب هل انت مديني في السؤال ده الراديوس؟ لا انا معيش الراديوس، انا معايا الدايمتر. طب ما هو الدايمتر اقدر اجيب منه الراديوس، ليه؟ لان الراديوس هاف الدايمتر، يعني هاف التن بكام؟ ب 5، يعني هتبقى ب 5 سنتيمتر ده الراديوس. طب انا عايز مين؟ انا عايز الاريا، يبقى اقول له يبقى باي ملتبلاي الراديوس باور 2، يعني ملتبلاي 5 باور 2 هتطلع ب 25 باي سنتيمتر سكوير. دي اريا نخلي بالنا، 25 باي 25 باي سنتيمتر سكوير. طيب هاجي ادور هنا فين 25 باي سنتيمتر سكوير؟ عندي هنا 20 باي سنتيمتر سكوير، وعندي هنا 100 باي سنتيمتر، وعندي هنا 100 باي سنتيمتر ايه سكوير، وعندي هنا 25 باي سنتيمتر بس. طيب يبقى انا عندي هنا في غلطه في الاختيارات هنصلحها عندنا هنا يا شباب. هي المفروض تطلع 25 باي سنتيمتر سكوير، هنحط هنا سكوير ونختار مين؟ ونختار لتر دي. نروح بعد كده على نمبر 18. بيقول لي the circumference of a circle of diameter length 20 سنتيمتر باي. طبعا انا بسال هنا عن السيركمفرنس، والسيركمفرنس بيجي بقانونين، اما 2 باي ار او بيجي عن طريق الديامتر ملتبلاي الباي. طب بما ان هو مدينا هنا اللينس اوف دايمتر، يبقى انا استخدم العلاقه الثانيه دي، يعني هيبقى ايكوال الدايمتر لينس اللي هي 20 ملتبلاي الباي، يبقى بتطلع على طول 20 باي سنتيمتر. ده سيركمفرنس يعمل معاملات اللينس، ما بحطلوش سنتيمتر، ما بحطوش سكوير، سنتيمتر بس. تمام. يبقى نختار هنا لتر دي اللي هي 20 باي سنتيمتر. نروح بعد كده على نمبر 19. the lateral area of a right triangular prism of height، يبقى ده ال H ب 8 سنتيمتر and the length of sides of its base are 3 سنتيمتر and 4 و 5 سنتيمتر. طيب عايز يجيب مين؟ عايز اجيب اللاترال اريا. طب جميل جدا. هو انا اصلا عندي triangular prism،
تمام، اللي هو بيكون ده شكله. ده القانون بتاع اللاترال اريا عباره عن ايه؟ اللاترال اريا عباره عن بيز بريمتر تايمز الهايت. بيز بريمتر تايمز الهايت. طب البيز بريمتر اللي هي عباره عن السم اوف سايدز للترينجل. البيز اللي هي عباره عن الترينجل، البريمتر بتاعها عباره عن التوتال او السم اوف ايه اوف 3 سايدز. يعني هجمع ال 3 مع ال 4 ال 5، يبقى ده هيبقى 3 بلس 4 بلس 5. ده كده البريمتر ايه اوف ذا بيز او بيز بريمتر. هناخد ده كله تايمز الهايت اللي هي 8. طب يلا احسب معايا 3 بلس 4 7، 7 بلس 5 12، يبقى هنا 12. 12 ملتبلاي 8 هتطلع معايا ب 96 سنتيمتر سكوير، يبقى نختار لتر دي. Number 20, the volume of a right circular cylinder whose radius length of its base is 5 cm and its height is 6 cm. انا عايز الفوليوم للرايت سيركولار سيلندر. الرايت سيركولار ايه سيلندر. طب الفوليوم بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن باي ار سكوير هايت، اللي هو عباره عن البيز اريا تايمز الهايت. البيز اريا اللي هي طبعا عباره عن سيركل، فالاريا للسيركل باي ار سكوير، يبقى باي ار سكوير تايمز الهايت. طيب يبقى انا عندي هنا الباي هنسيبها زي ما هي، والار هو مديهاني بكام؟ تعالى كده نشوف. وقال لك هنا radius length of its base ب 5، يبقى هو هنا مديني الار ب 5، يبقى ملتبلاي 5 سكوير تايمز الهايت ب 6. ونيجي نحسبها دي كده 25 ملتبلاي 6، 25 ملتبلاي 6 اللي هي 5 سكوير ملتبلاي 6 هتطلع معايا 150. يبقى الناتج بتاعي 150 باي سنتيمتر كيوب، اللي هي هنختارها هتبقى لتر دي. بعد كده معايا 21 the length of the diameter of a circle whose area is 36 by square inch. هنا بسأل عن الديامتر بتاع السيركل ومديك الاريا. طيب ما تكتب كده قانون الاريا. قانون الاريا بتاعت السيركل عباره عن ايه؟ عباره عن باي ار سكوير. طب هنساوي الباي ار سكوير بمين؟ بال 36 باي. بال 36 ايه باي. انا عايز اجيب الار سكوير. طب انا ما اعرفش قيمه الباي. طب ما انا ممكن اكنسلها من التو سايدز، اطير الباي هنا مع الباي هنا، يدينا ان الار سكوير ب 36. طب انا عايز الار. الار هتبقى روت الايه؟ روت ال 36، يعني هتطلع معانا ب 6 ب 6 انش. ب 6 ايه انش. طيب انا بالنسبه لي هنا انا جبت الار. خلي بالك بقى من شيء، ان هو طالب ايه اصلا؟ طالب الديامتر. طب الديامتر عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ار. يبقى انا هاخد الراديوس اللي انا حسبته ده وناخده ملتبلاي 2، هيطلع معانا 12 انش اللي هي هتبقى لتر 8. يا ريتني اقرا السؤال كويس ونحدد احنا عايزين ايه، عشان ممكن واحد يعمل كل حاجه ويوصل للار ويقوم جايب على طول مختار 6. لا، هو مش عايز الراديوس، هو عايز مين؟ الديامتر. يبقى في خطوه بعدها اللي هي double الراديوس equal الديامتر. Number 22 the distance between the point A -7 and 24 and the origin point. طب انا عندي هنا لما اجي اجيب الديستانس ما بين اي بوينت والاوريجين ليها قانون عندي خدناه، اللي هو ايه؟ ان الديستانس في الحاله دي هيبقى روت الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 للبوينت اللي عندي. يعني هيبقى روت النيجاتيف 7 اول باور 2 بلس ال 24 اول باور ايه؟ اول باور 2. هتيجي حضرتك تحسبها، ادي روت نيجاتيف 7 تحطها في براكت وبعدين باور 2 بلس 24 عشان ما فيهاش نيجاتيف مش شرط نحطها في براكت باور 2. هتطلع معانا بكام؟ هتطلع معانا ب 25. يبقى نختار لتر بي. نروح بعد كده على نمبر 23. بيقول لي if A نيجاتيف 4 and 1 و B 4 and 7 then عايز هنا ال AB ايكوال كام لينس يونت. يبقى انا عايز استخدم قانون الديستانس بس مع التو بوينتس. تمام. طب في الحاله ديت يعني احنا عارفين ان الديستانس ايكوال روت x2 minus x1 all power 2 بلس y2 minus y1 all power 2. ده كله تحت الروت. طيب ممكن ناس تكتب x1 minus x2 او y1 minus y2، الاثنين القانونين صح مفيش مشكله، يعني مش هتفرق الترتيب هنا، لان كده ولا كده الباور 2 هيطلع لي اجابه بوزيتيف. تمام. فما نقلقش يعني من الفكره دي. اهم حاجه نمشي ايه؟ نمشي صح. الاكس مع الاكس والواي مع الواي، ما نعكسش. يعني ايكوال روت. طيب ادي هنا الاكس 2 ماينس الاكس 1 وهنا الواي 2 ماينس الواي 1، يبقى ناخد الاكس مع الاكس والواي مع الواي. واحد قال لي هناخد ال4 ماينس النيجاتيف 4، واحد قال لي تاني هناخد النيجاتيف 4 ماينس ال4. الاثنين هيطلعوا الاجابه صح، مفيش مشكله خالص بالنسبه لنا في النقطه دي. طيب خدنا نيجاتيف 4 ماينس ال4 والباور 2 بلس بعد كده 1 ماينس 7 والباور 2، ونيجي نحسبها. ادي روت براكت
نيجاتيف 4 ماينس 4 ايه في البراكت باور 2 بلس براكت تاني 1 ماينس 7 ايه في البراكت باور 2 يدينا كام 10 يبقى ايكوال 10 لينس يونت 10 لينس يونتس. يبقى نختار letter C. نروح بعد كده على 24. What is the slope of the straight line which passes through the two points A and B؟ طيب الاسلوب بنرمز له بالرمز M وده القانون بتاعه y2 minus y1 over x2 minus x1. خلي بالك في الاسلوب الواي هي اللي فوق والاكس هي اللي تحت، الواي هي اللي فوق والاكس هي اللي تحت، يبقى y2 minus y1 over x2 minus x1. طيب يبقى ناخد هنا y minus الواي يعني 2 minus 2 وهنا x minus x يبقى 6 minus 3. حاجة تانية مهمة، أنا مشيت كده الاتجاه ما ينفعش في الأسلوب، ما ينفعش أعكس الاتجاه، يعني أنا رحت من البي للA ما ينفعش تحت في الإكسات أروح من الA للبي، لازم أمشي نفس الاتجاه لأن الناتج هيطلع غلط. تمام؟ يبقى أنا مشيت من الواي من هنا من البي للA في الواي، يبقى تحت في الإكس أمشي برضو من البي للA، يبقى 2 minus 2 over 6 minus 3. نحافظ على الترتيب هنا. هيطلع معانا طبعا 0 over 3 اللي هي هتطلع بإيه؟ بزيرو، يبقى نختار لتر A. طيب في ملحوظة صغيرة كنا قلناها في الشرح، ايه هي؟ لو انا عندي الواي ايكوال الواي، لو الواي ايكوال الواي في الحالة دي بيكون الستريت لاين السلوب بتاعه بزيرو وبيكون باراليل تو اكس اكسس، اما لو كان الاكس ايكوال الاكس، يعني لو الاكس 2 ايكوال الاكس 1، لو الاكس 2 ايكوال الاكس 1 في الحالة دي السلوب بيبقى is undefined، وفي الحالة دي بيكون الستريت لاين parallel to y axis. طيب نروح ل 25. the slope of the straight line which is perpendicular. شوف السؤال ده في فكرة perpendicular to x axis. طيب احنا متعودين او احنا مذاكرين ان الستريت لاين بيبقى parallel to x او parallel to y. parallel to x يبقى السلوب بزيرو، parallel to y يبقى السلوب ايه undefined. طب هو هنا بيضحك علينا بيقول لي perpendicular to x axis. يعني لو الاكس اكسس كده والواي اكسس بالشكل ده فهو هيكون perpendicular to x axis، ده الواي perpendicular to x axis يعني بيكون رايت انجل مع الاكس اكسس. الله، طب ما هو في الحاله دي هيبقى parallel لمين؟ هيبقى parallel للواي، يبقى في الحاله دي الاسلوب هيبقى undefined. فخلي بالك عشان في ناس هتقوم قايله اسلوب واكس اكسس المستر قايل لنا ايه زيرو، خلاص اسلوب بزيرو، ما ياخدش باله من كلمه perpendicular. لو كانت parallel في الحاله دي هيبقى الاسلوب بزيرو، لكن perpendicular to x axis يعني هيبقى parallel مع الواي axis فهيكون undefined. Number 26 the slope of the straight line which is parallel to x axis. هنا جاي لك السؤالين عشان تميز ما بينهم. parallel للاكس اكسس. الله، طب parallel للاكس اكسس يعني في الحاله دي هيكون لسه قايلينها الاسلوب بايه؟ هيكون بزيرو. طيب number 27 بيقول لي if the probability of winning for a football team in a match is 0.6. يبقى انا هنا مديك البروبابيلتي للwinning. طيب what is the predictable times of winning in 30 matches. طيب عامة لما اجي اسال عن البريدكتد نمبر ده بيجي بالمالتبلاي ما بين البروبابيلتي وما بين التوتال. طيب البروبابيلتي للويننج بكام؟ ب 0.6 وانا بسال عن البريدكتبل تايمز لمين؟ برضه للويننج. يبقى ناخد الرقمين دول مالتبلاي بعض، يبقى 0.6 مالتبلاي 30 ونيجي نحسبها 0.6 مالتبلاي 30 هتطلع معانا 18، يبقى ايكوال 18 matches اللي هي letter P. Number 28 بيقول لي the source of collecting data are primary source and missing source. طيب انواع السورسز بالنسبه للcollecting data عندي نوعين، تمام؟ اما primary او secondary. primary source and secondary source. يبقى نختار letter C. نروح بعد كده على الاساي questions. بيقول لي answer the following question. number 1 if the quantities A B C and D are proportional prove that ان ال A minus ال B over ال B equal C minus D over D. طيب طالما عندي 4 quantities proportional يبقى ده البروبورشن العادي، ده مش continued. طيب في الحاله دي هنقول له يبقى first over second equal third over fourth، يبقى اقول له هنا A over ال B equal C over ال D ونقول ان الكلام ده كله equal K. هنطلع هنا بفرضيتين، هنجيب اللي هي فرضيه ال A وفرضيه ال C. يبقى ال A equal ناخد الرقم اللي تحت
تحتها ملتبلاي الكي يبقى بي كي، ونيجي نبروزها كده وهنقول له ان السي ايكوال الرقم اللي تحتها ملتبلاي الكي، يعني هتبقى دي كي، ونبروزها بالشكل ده. بعد كده نروح للليفت هاند سايد نحسبه، والرايت هاند سايد نحسبه نسبه ان هم ايكوال. طيب يبقى ليفت هاند سايد ايكوال مين؟ ايكوال الاي ماينس البي اوفر بي ايكوال. طيب الاي قيمتها بي كي، يبقى نكتب بي كي ماينس البي ما اعرفهاش سيبها زي ما هي بي اوفر البي هنسيبها برضو ما نعرفهاش، هنسيبها زي ما هي بي. طب عندك فوق كومن فاكتور بي، هناخد من فوق البي كومن فاكتور، هيتبقى لنا من الفيرست تيرم كي ماينس، وهنا لما ناخد البي بيتبقى لنا الكوفيشنت ليها اللي هو بنعتبره 1، يبقى ماينس ال1 اوفر بي. هنلاقي في سمبليفاي البي ممكن تطير مع البي، يبقى الرايت الليفت هاند سايد كله بكام؟ بكي ماينس 1، هنسمي دي ستيب 1. بعد كده نروح لمين؟ للرايت هاند سايد ونكتبه، وبرضه نعوض بالفرضيه اللي احنا قلناها سي ماينس دي اوفر دي. طب السي عندي بكام؟ بدي كي، يبقى ايكوال دي كي ماينس الدي ما اعرفهاش سيبها زي ما هي دي اوفر الدي، برضو هنسيبها زي ما هي. عندك برضو كومن فاكتور دي، هناخد الدي كومن فاكتور هيتبقى لنا كي ماينس ال1 اوفر مين؟ اوفر الدي هتروح مع الدي يبقى ايكوال كي ماينس 1. نفس الخطوات اللي تحت هي نفس الخطوات اللي فوق. هنسمي دي ستيب ايه؟ 2. بعد كده نقول له يبقى from 1 and 2 يبقى therefore left hand side equal right hand side. نروح على number 2 find the values of x and y if x 12 6 and y are continued proportion. طيب ده continued يبقى انا في تكرار عندي، طالما continued يبقى في ايه يا شباب؟ في تكرار. يعني ايه؟ لما اروح من x 12 ما اسيبش 12 واروح ل 6، لا ارجع تاني اكرر 12 واروح لمين؟ ل 6، بعد كده اكرر تاني 6 واروح لمين؟ ل y. يبقى انا هكتب هنا ان الاكس اوفر 12 equal 12 over 6 equal 6 over y. طب ما السؤال دوت احنا حليناه كتير جدا في المراجعه. طالما قلت لك انا عندي هنا، طالما عندك لقيت في فراكشن او في ريشيو كامله بالشكل ده، ممكن اجيب الاكس على طول كروس مالتيبيكيشن من هنا، واجيب الواي كروس مالتيبيكيشن من الناحيه الثانيه. تمام؟ هنيجي نقول له هنا ايه؟ يبقى x equal 12 multiply 12 divide by 6، وتيجي تحسبها لي، والواي equal 6 multiply 6 divided by مين؟ divided by 12. هات الكالكوليتر بتاعتك واحسبها. يبقى انا عندي هنا ادي 12 multiply 12 over 6 يدينا 24. يبقى هنا معانا الاكس بايه؟ ب 24. بعد كده هنقول له 6 multiply 6 over 12 هتطلع معانا ب 3. يبقى هنا الاكس ب 24 والواي ب 3. نروح بعد كده على نمبر 3، بيقول لي في x to y equal 3 to 5. اول ما يقول لك x to y 3 to 5 واكتبها لك جنب بعض كده، انت قلبها لي فراكشن، يعني هتقول لي x over y equal 3 over 5. طيب انا عايز اجيب قيمه الكلام ده، هتقول له خلاص يبقى لازم اشوف قيمه الاكس بكام وقيمه الواي بكام عشان اعوض بيها. واحد هيقول لي يا مستر الاكس تبقى ب 3 والواي ب 5، اقول له لا غلط. في الحاله دي هنقول له الاكس هتبقى ب 3k والواي هتبقى ب 5k. هنعتبر ان احنا هنا ان 3 over 5 عباره عن 3k over 5k. تمام؟ او ممكن في ناس بتشتغلها بطريقه ثانيه، مش يقول لك مثلا x over 3 equal y over 5. خلاص تعالى ايه؟ ناخد الانتيسيدنت اوفر الانتيسيدنت والكونسيكوينت اوفر الكونسيكوينت، فيبقى x over 3 equal y over 5 equal k، ومنها يبقى الاكس equal 3k والواي equal 5k. هي نفس الفكره بالظبط، الاكس ب 3k والواي ب 5k. المهم ان انت هتطلع لي ان قيمه الاكس ب 3k وان الواي ب 5k، وبعد كده تروح تحسب اللي هو عايزه. انت عايز مين؟ عايز ال 2x بلس ال 4y اوفر ال 3x بلس ال 2y. خلاص اكتبها لي تحت بعض. يبقى هنا 2x بلس 4y اوفر 3x بلس 2y ايكوال 2 ملتبلاي، شيل الاكس وحط قيمتها اللي هي 3k بلس 4 ملتبلاي، شيل الواي حط قيمتها اللي هي 5k. تعالى تحت يلا 3x يعني 3 ملتبلاي 3k بلس 2 ملتبلاي الواي اللي هي 5k. طيب 2 ملتبلاي 3 يدينا 6 يبقى 6k بلس 4 ملتبلاي 5 ب 20 يبقى 20k اوفر 3 ملتبلاي 3 يبقى 9k بلس 2 ملتبلاي 5 10k. هتيجي تحسب اللي فوق مع بعضه 6 بلس 20 يبقى ادينا 26، يبقى فوق معانا 26k وتحت 9 بلس 10 ايكوال 19k. هتطير الكي مع الكي يبقى ده كله هيطلع معانا في الاخر ب 26 اوفر 19. طيب بتبقى انت عايز تتاكد هل في سمبليفاي ولا لا. لو جبت الآلة الحاسبة وكتبت هنا 26 اوفر 19 هتفضل زي ايه؟ ما هي 26 اوفر 19، يبقى دي ما فيهاش سمبليفاي. نروح بعد كده على
اللي بعدها نمبر 4 بيقول لي if set x equal 2 3 and 4 و set y 4 5 6 7 and 8 and r is a relation from x to y where in ال A or B means in ال A plus B equal 9 for each A belong to x and B belong to y. Write R as a set of ordered pairs and represent R with an arrow diagram. Find the domain and the range of the relation. جميل جدا. طيب السؤال دوت احنا دايما كنا بنحب نحله يا شباب. الاول حاجه بنبدا بالارو دياجرام عشان بيبقى بالنسبه لنا الموضوع سهل جدا. بنرسم الارو دياجرام اول شيء كده لمين؟ للاكس. هو قال لي from x to y يبقى الاكس هي الاولى والواي بعدها. لو قال لي from y to x يبقى الواي وبعدها الاكس. بعد كده نكتب الفاليوز اوف x اللي هي 2 3 4 والواي معانا يا شباب 4 5 6 7 and 8. طب هو بيقول لي ان ال a بلس ال b دي equal 9 وان ال a دي belong to x وال b belong to y. طيب يعني لما اخد رقم من الاكس بلس رقم الواي لازم يكون التوتال بتاعهم كام؟ ب 9. طيب هي 2 بلس كام يدينا 9؟ 2 بلس 7 يبقى اوصل ال 2 بال 7. تمام. طب 3 بلس كام يدينا 9؟ 3 بلس 6 ايكوال 9 اوصل ال 3 مع 6. 4 بلس كام يدينا 9؟ 4 بلس 5. كده خلصنا الارو دياجرام واقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الار. يبقى الار ايكوال سيت اوف اوردرد بيرز. خدنا مين مع مين؟ ال 2 مع ال 7 يبقى 2 اند 7 دي في اوردرد بير. اند بعد كده 3 مع 6 يبقى 3 اند 6 في اوردرد بير لوحده. و4 مع 5 يبقى 4 اند 5 في اوردرد بير. واقفل البراكت. يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الاول اللي هو A وكمان خلصنا بيه اللي هو الارو دياجرام. نيجي بعد كده لسي. عايز مين؟ عايز الدومين وعايز الرينج. طيب الدومين اللي هي الارقام اللي ظهرت معايا فين؟ في الفيرست بروجيكشن في الار اللي هي مين؟ اللي هي 2 وال3 وال4. يبقى اقول له set 2 3 and 4. طيب عايز رينج الارقام اللي ظهرت معايا في السكند بروجيكشن او اللي السهم وصل لها اللي هي 7 6 and 5. 7 6 and 5. طبعا هنا الترتيب مش مهم. نروح بعد كده على نمبر. بيقول لي represent graphically the function f where f of x equal x plus 2. طيب عشان ارسم اي function لازم اعرف القيم او الاوردرد بيرز اللي انا هحددها. طيب اول حاجه نوع الفانكشن دي ايه؟ ديت linear function. linear function علشان of the first ايه degree او اعلى باور عندي باور 1 يبقى دي function. طب عشان نرسمها كنا بنعمل ايه؟ بنرسم جدول بالشكل ده بيبقى فيه x و y وبنفترض عندنا اي ثلاث قيم للاكس. مثلا ادي اكس وادي واي. بنفترض مثلا اي ثلاث قيم للاكس مثلا نيجاتيف 1 0 1. تمام. بعد كده هنجيب مين؟ هنجيب الاف اوف نيجاتيف 1 والاف اوف 0 والاف اوف 1 عشان نعرف الاوردر ده بيه. طيب اف اوف نيجاتيف 1 يعني هنشيل الاكس ده هي ونحط نيجاتيف 1 فيبقى عندي نيجاتيف 1 بلس 2 يعني هتبقى ايكوال 1 يبقى هنا الواي ب 1. بعد كده نجيب اف اوف ايه؟ اف اوف 0 يبقى نشيل الاكس دي ونحط 0 يبقى 0 بلس 2 ايكوال 2. بعد كده نشيل الاكس دي ونحط مكانها 1 يبقى اف اوف 1 ايكوال 1 بلس 2 ايكوال كام؟ 3. طيب كده انا عرفت ان ال 3 اوردر بيرز اللي انا هحددهم عندي نيجاتيف 1 اند 1 و0 نيجاتيف 1 اند 1 و0 اند 2 و1 اند 3. طيب انا مدي لك هنا الاكس اكسس والواي اكسس مش مرسومين. هنيجي نرسمهم بالمسطره عادي مفيش مشكله. ده الاكس اكسس وده الواي اكسس. ادي الزيرو 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 وهنا 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. هنحدد عندي ال 3 اوردرد بيرز نيجاتيف 1 اند 1 هتبقى هنا. بعد كده عندي 0 اند 2 هتبقى هنا و1 اند 3 هتبقى موجوده بالشكل ده. بعد كده هنجيب الرولر بتاعتنا ونوصلهم ببعض بالشكل ده. طبعا عشان اعرف ان انا اجابتي صح ولا غلط لازم يكون الخط اللي انا هرسمه بيمر بالثلاث نقط اللي انا حددتهم. يبقى هي دي الفانكشن بتاعتي. هنكتب عليها مثلا f of x دي اللي هي f of x equal x بلس مين؟ x بلس 2. مش شرط تكتب عليها بس هو عامة يبقى الخط ده بيمثل الفانكشن f of x equal x بلس ايه؟ 2.
نروح لنمبر 6 بيقول لي find the solution set in R of the inequality x minus 4 more than or equal negative 1 and less than or equal 5. طب انت بتقول لي هنا ان ال x minus ال 4 دي more than or equal negative 1 و less than or equal 5. عشان نحل الانيكواليتي دي هناخد الماينس 4 نوديها هنا ببلس 4 وناخد الماينس 4 هنا نوديها ببلس ايه 4. يبقى انا عندي هنا x more than or equal 4 minus 1 بكام؟ 4 minus 1 يدينا 3 او نيجاتيف 1 بلس 4 هيدينا 3 وهنا less than or equal 5 بلس 4 يدينا ايه؟ يدينا 9. طيب كده طالما الاكس بقت لوحدها يبقى انا وصلت لاخر صوره ممكن اوصل لها. هنعمل ايه بعد كده؟ هنقوم جايين نمبر لاين محددين ال 3 وادي ال 9. ال 3 هنا معاها اور ايكوال هتبقى كلوزد سيركل وال 9 هنا معاها اور ايكوال هتبقى كلوزد سيركل وده قوم جاي موصل ما بينهم كده ومظلل. يبقى ده كده النمبر لاين. طيب فين السوليوشن سيت؟ ما كتبناهاش. سوليوشن سيت ايكوال ده طبعا ده بيدينا كلوزد انترفال. ال 3 هنا هتبقى كلوزد اند ال 9 هتبقى كلوزد فده يدينا كلوزد انترفال 3 and 9. نمبر 7 بيقول لي find the solution set in R of the inequality 2x plus 7 more than or equal 3 and represent it on the number line. نفس الفكرة أنا معايا هنا 2x plus 7 دي more than or equal 3. عايز أجيب الإكس يبقى نخلص من 7 وأوديها هناك بنيجاتيف 7 فيبقى معايا هنا 2x في الليفت هاند سايد more than or equal و 3 minus 7 بنيجاتيف 4. طب عايز أخلص من 2 عشان الإكس تبقى لوحدها يبقى هنا divided by 2 وهنا divide by 2. ال 2 هتروح مع ال 2 يبقى الإكس more than or equal ونيجاتيف 4 divide by 2 بنيجاتيف إيه 2. طيب وصلنا للخطوة دي أقوم جاي راسم النمبر لاين. اجي بيقول لي x more than or equal negative 2 احدد النيجاتيف 2 معاها or equal يبقى closed circle. بعد كده هو بيقول لي more than or equal more than or equal يعني اكبر من النيجاتيف 2 يبقى انا كده همشي رايت. يبقى انا همشي رايت ناحيه مين؟ ناحيه الانفينيتي. خلاص يبقى انا معايا هنا لما اجي اكتب السوليوشن معايا السوليوشن من اول النيجاتيف 2 closed لحد الانفينيتي opened. يبقى اجي اقول له يبقى the solution set equal من النيجاتيف 2 closed للانفينيتي opened. نروح لنمبر 7 بيقول لي in the opposite figure D belong to ray BC and F belong to ray AB measure angle ACD equal 130 و measure FBC equal 100 prove that ان ال AC more than ال AB. طب عشان اثبت ان ال AC more than ال AB يبقى انا عايز اثبت ان ال opposite angle لل AC اللي هي ABC greater than ال opposite angle لل AB اللي هي ACB. تمام. طيب هل انا معايا الاي بي سي؟ لا. هل انا معايا الاي سي بي؟ برضه لا. طب اجيبهم منين؟ اجيبهم عن طريق الادجيسنت انجل لان دول الاي سي دي والاي سي بي ار اون ذا سيم ستريت لاين فبيكونوا سبلمنتري انجلز. طيب يبقى اول حاجه نفس الكلام برضه هنا الاي بي سي والسي بي اف برضه سبلمنتري انجلز فيبقى اجيب الانتيريور انجل عن طريق 180 ماينس اللي بره اللي هي الادجيسنت. طيب يبقى اول شيء اجيب ميجر انجل اي بي سي اقول له ميجر انجل اي بي سي دي ايكوال مين؟ ايكوال 180 ماينس ال 100 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 80 ديجري. يبقى اكتب على دي 80 ديجري. بنفس الطريقه اقول له ميجر انجل اي سي بي برضو ايكوال 180 ماينس ال 130 هتطلع معانا بايه؟ ب 50 ديجري. اكتب عليها 50 ديجري. هلاحظ ان ال 80 اكبر من ال 50 هاجي اقول له الكلام ده يبقى سنس ان ميجر انجل اي بي سي اللي هي ب 80 مور ذان ميجر انجل ACB اللي هي ب 50. طالما الاي بي سي مور ذان الاي سي بي يبقى الاوبوزيت انجل اللي هو الاي سي هيبقى جريتر ذان الاوبوزيت انجل اللي هو اي بي وده اللي احنا عايزين نثبته. نروح بعد كده لنمبر 8 بيقول لي ان triangle ABC measure angle A ب 50 و measure angle B ب 70 arrange the length of sides of this triangle descending in a descending order. طيب وانا عشان ارتب السايدز يا شباب لازم يكون الانجلز معايا ومترتبين. طب انا معايا انجل A تمام معايا انجل B تمام معيش السي يبقى اول حاجه اقول له measure انجل C واجيبها بمين؟ بال 180 ماينس 180 ماينس في ال 50 بلس ال 70 يعني هتبقى 180 ماينس 120 هتطلع معانا ب 60 ديجري. طيب كده معايا السي ب 60 معايا السي ب 60 والبي ب 70 والاي ب 50. هو قال لك descending order يبقى هبدا من الجريتر انجل للسمولر انجل. هنرتب الانجلز بعد كده نرتب الايه؟ السايدز. طيب هبدا بالجريتر انجل يبقى اجي اقول له يبقى انا سنس ان ميجر انجل بي اللي هي اكبر انجل ب 70 مور ذان مين اللي بعد بي اللي احنا لسه جايبينها سي ميجر انجل سي جريتر ذان اخر حاجه مين؟
الاي اللي هي ب 50 ميجر انجل اي. خلاص طالما رتبت الانجلز ارتب السايد. مين الاوبزيت للبي؟ الحرفين الناقصين اللي هم اي سي، يبقى اي سي مور ذان. مين الاوبزيت للسي؟ الاي بي جريتر ذان. مين الاوبزيت للاي؟ اللي هي بي سي. ويبقى كده خلصنا السؤال. نروح بعد كده لنمبر 9 in the opposite figure. ركز قوي على السؤال ده. in the opposite figure prove that ان الاي سي more than الاي بي. طيب فين الاي سي؟ اهي، ادي الاي سي اهي. فين الاي بي؟ اهي. عشان اثبت ان الاي سي تكون مور ذان الاي بي يبقى لازم الاوبزيت انجل اللي هي انجل بي تكون جريتر ذان الاوبزيت انجل للاي بي اللي هي 50 او اللي هي سي. طيب يبقى انا عايز اجيب ميجر انجل بي بكام؟ اول شيء عايز اجيب ميجر انجل بي بكام؟ طب هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان هنا في باراليل. طب ما الباراليل ده مكون لي حرف زد، يبقى في الترنيت، يبقى البي هنا بكام؟ هتكون زي مين؟ زي الدي، هتبقى ب 70. هلاحظ ان هنا دي ب 70 ودي ب 50 وال 70 مور ذان 50، يبقى الاي سي مور ذان الاي بي، ويبقى كده خلصنا البروف بتاعها. طيب نبدا اول حاجه منين؟ لازم اجيب البي. طب اجيب البي ازاي؟ عندك باراليل وترانسفيرسال، باراليل وترانسفيرسال، اي حاجه فيها باراليل تمام يبقى لازم يكون تذكر معاها الترانسفيرسال. طيب يبقى انا عندي هنا اقول له سنس ان دي اي باراليل للبي سي، اهو الدي اي باراليل للبي سي، اند مين الترانسفيرسال؟ الخط اللي وصل ما بينهم اللي هو بي دي، اند بي دي is a transversal. يبقى therefore ايه يا شباب؟ therefore ان measure angle D equal measure angle B، يبقى therefore measure angle D equal measure angle B او العكس equal كام؟ 70 degree عشان دول alternate angles. تمام؟ طيب جينا بعد كده لاحظنا ان دي ب 70 ودي ب 50 ودي اكبر من دي، خلاص انا هقول له ان بي اكبر من السي، يبقى اقول له سنس بقى ان measure angle B دي more than measure angle C، وطالما بي مور ذان سي يبقى الاوبزيت سايد للبي هيبقى جريتر ذان الاوبزيت سايد للسي. يبقى مين الاوبزيت للبي؟ الاي سي، يبقى اقول له يبقى therefore الاي سي مور ذان الاوبزيت للسي اللي هو الاي بي، وده اللي احنا عايزين نثبته. نروح بعد كده لنمبر 10 بيقول لي prove that the point A و B و C are on the same straight line. طيب عندي كذا طريقه، عن طريق الديستانس وعن طريق الايه الاسلوب. انا بقول لك اشتغل بالاسلوب اسهل. اسلوب هجيب اسلوب الاي بي واجيب اسلوب البي سي واثبت ان هم قد بعض ام 1 وام 2. طيب يبقى اقول له اول حاجه اسلوب الاي بي ايكوال، والقانون بتاعي y2 - y1 اوفر x2 - x1 ايكوال، ادي الواي 2 وادي الواي 1 وادي الاكس 2 وادي الاكس 1، يبقى 6 - 2 اوفر 1 - 5 هتطلع معانا 4 اوفر نيجاتيف 4، يعني هتبقى بنيجاتيف كام؟ نيجاتيف 1. طيب هنسمي دي 1. بعد كده نجيب اسلوب البي سي ايكوال، اسلوب البي سي يبقى y2 - y1 على x2 - x1 يعني ايكوال 10 - 6 اوفر نيجاتيف 3 - 1، هتطلع معانا 4 اوفر نيجاتيف 4 برضه هتطلع بنيجاتيف ايه؟ 1. هنسمي دي ستيب 2. اقول له from 1 and 2 يبقى therefore A B and C are on the same straight line. نروح بعد كده على نمبر 11 بيقول in the opposite figure find the length of AB و AD و AC. طيب عايز اجيب ال AD. تمام انا عندي هنا طبعا اول ما ابص على الترينجل ده اهو، الترينجل دوت مشهور، اول ما الاقي رايت انجل ترينجل فوق ونازل منها بربنديكولار اعرف ان انا كده بتعامل مع اليوكليدس ثيورم. تمام؟ طيب الاي دي لها قانون عندي، كان ايه هو؟ كان الاي دي باور 2 ايكوال دي سي ملتبلاي دي بي. يبقى انا اقول له اول حاجه الاي دي اول باور 2 ايكوال دي سي ملتبلاي دي بي، يعني ايكوال 9 ملتبلاي 16، واجي احسبها بالكالكوليتر اقول له ادي 9 ملتبلاي 16 بكام؟ هيطلع معايا 144. جميل. طب ده ديت الاي دي سكوير، لازم في خطوه بعدها اجيب الروت، يبقى الاي دي ايكوال روت ال 144 هتطلع معانا ب 12 سنتيمتر، واكتب عليها كده 12 سنتيمتر. خلاص كده جبنا مين؟ جبنا الاي دي. طبعا مش مهم امشي بالترتيب، تمام؟ انا هنا جبت اول حاجه الاي دي. طيب بعد ما جبت الاي دي عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاي بي. طيب والله الاي بي في الحاله ده اهي انا ممكن اجيبها بطريقتين. ممكن اجيبها بايثاغورس لان عرفت ده الاي دي ب 12 وعرفت البي سي البي دي اصلا معايا ب 16، فممكن اجيبها بالترينجل ده بالبايثاغورس، او ممكن اجيبها باليوكليدس. طيب لو هجيبها باليوكليدس هجيب ايه؟ هقول له الاي بي باور 2 القانون بتاعها اي بي باور 2 ايكوال بي دي ملتبلاي البي سي. طب هو البي سي دي كلها بكام؟ هتعمل 16 بلس 9 هتطلع معاك 20 ايه؟ 25.
طيب لو انا اجيب اكمل بقى حل باليوكليدس ثيورم، هقول له يبقى الاي بي all باور 2 ده ايكوال بي دي ملتبلاي بي سي، يعني ايكوال 16 ملتبلاي 25، هتطلع معايا 16 ملتبلاي 25 ايكوال 400. ومنها اقول له يبقى الاي بي ايكوال روت ال 400 هتطلع ب 20 سنتيمتر. نفس الطريقه لو انا عايز اجيب الاي سي، تمام، برضو قانون الاي سي باور 2، الاي سي باور 2 ايكوال سي دي ملتبلاي سي بي، سي دي ملتبلاي سي بي، يبقى اقول له الاي سي اول باور 2 ايكوال سي دي ملتبلاي سي بي. طب السي دي ب 9 والسي بي ب 25، يبقى 9 ملتبلاي 25 يدينا كام؟ يدينا 225. اجيب ليها الروت، ما ننساش الروت، يبقى الاي سي ايكوال روت ال 225 هتطلع معانا، نجيب روت الانسر هتطلع ب 15، يبقى ايكوال 15 سنتيمتر. طيب مستر لو احنا حبينا نجيب الخطوه الثانيه والثالثه بالبايثاغورس، ممكن تقول لنا ازاي؟ حاضر اقول لك ازاي. افرض ان انا عايز اكمل، يعني استخدم بس اليوكليدس في خطوه واحده واكمل بايثاغورس، سهله. يعني عايز اجيب الاي بي، اقول له الاي بي ده كده شغلته في الترينجل اللي على الشمال ده هايبوتنيوس، يبقى اجيب روت السايد الاولاني باور 2 بلس السايد التاني باور 2، هتيجي تحسبها بالكالكوليتر هتطلع معاك ب 20. تمام. عايز اجيب الاي سي، نفس الكلام، نفس الكلام برضو. تمام، اجيب الاي سي، يبقى الاي سي ايكوال روت السايد الاولاني باور 2 بلس السايد الثاني باور 2، يبقى هنا 12 باور 2 بلس ال 9 باور 2 هتطلع معانا ب 15 سنتيمتر. يا مستر يعني انا ممكن في الامتحان اجيب بس الاي دي باليوكليدس وبعد كده اجيب الاي سي بالبايثاغورس والاي بي بالبايثاغورس؟ مفيش مشكله خالص، عادي. تمام، اهم حاجه تجيب الناتج بتاعك باي طريقه صح. نروح بعد كده على 12، بيقول لك right quadrilateral prism its base is a square of side length 8 cm and its height 10 find its volume and total area. طيب هو بيقول لي انا عندي quadrilateral prism والبيز على شكل سكوير، تمام، يعني ده كيوبويد، يعني ده ايه؟ كيوبويد، بس البيز بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن سكوير بالشكل ده. طيب السايد بتاعها بكام؟ السايد بتاعها ب 8، سايد البيز ب 8، يبقى دي 8 ودي 8، والهايت بايه؟ والهايت ب 10. انا عايز اجيب التوتال اريا. طيب عشان اجيب التوتال اريا بالنسبه للكيوبويد، التوتال اريا معروف القانون بتاعه. التوتال اريا بالنسبه للكيوبويد هيبقى عباره عن 2 ملتبلاي لينس ملتبلاي الويتس بلس الويتس ملتبلاي الهايت بلس الهايت ملتبلاي اللينس، ونعوض في القانون دوت ونجيب مين؟ التوتال اريا. تمام. طيب ممكن طريقه تانية، ممكن طريقه تانية اللي هي ايه؟ ان احنا نجيب البيز اريا، نجيب البيز اريا اللي هي عباره عن الاريا اوف سكوير، الاريا اوف سكوير اللي هي عباره عن السايد باور 2 هتطلع بكام؟ هتطلع 8 باور 2 ب 64 سنتيمتر سكوير. جميل. بعد كده نجيب البيز بريمتر، البيز بريمتر عباره عن السايد ملتبلاي 4، السايد ملتبلاي 4 يعني 4 ملتبلاي 8 هتطلع معانا 32 سنتيمتر سكوير، سنتيمتر بس، بيز بريمتر سنتيمتر بس. تمام. بعد كده نجيب اللاترال اريا، اللاترال اريا في الحاله دي هيكون للبريزم هيبقى عباره عن البريمتر اوف بيز تايمز الهايت، اللي هي بيز بريمتر تايمز الهايت، يعني هناخد ال 32 ملتبلاي الهايت بكام؟ ب 10 هتطلع 320 سنتيمتر سكوير. وفي اخر خطوه خالص اقول له يبقى التوتال اريا، التوتال اريا عباره عن 2 ملتبلاي البيز اريا بلس اللاترال اريا، 2 ملتبلاي البيز اريا بلس اللاترال اريا، يعني 2 ملتبلاي البيز اريا اللي هي 300 اللي هي 64 بلس اللاترال اريا اللي هي 320. هتيجي تحسبها هتطلع 320 بلس، هنكملها تحت، 320 بلس وهنا 128، يعني كده ادي 8 4 هتطلع 448 سنتيمتر سكوير. طب لو انا هستخدم القانون ده هنشوف هيجي الناتج معانا بكام. ادي 2 ملتبلاي اللينس بكام؟ اللينس والويتس متساويين، يبقى هنا 8 ملتبلاي 8 بلس
الويتس ملتبلاي الهايت يعني برضو 8 بس ملتبلاي 10 بلس الهايت ملتبلاي اللينس يعني 10 ملتبلاي 8 ايكوال، ونيجي نحسبها. ادي 8 ملتبلاي 8 بلس 8 ملتبلاي 10 بلس 10 ملتبلاي 8 هتطلع معايا 224، يبقى 2 ملتبلاي 224 هتطلع معانا 448، نفس الإجابة بالظبط. طيب بالنسبة بقى للفوليوم، الفوليوم عامة للبريزم عبارة عن البيز اريا تايمز الهايت. طب واحنا جبنا البيز اريا بكام؟ اللي هي عبارة عن ال 8 ملتبلاي ال 8 يعني هتطلع ب 64، احنا حاسبينها ايه؟ ب 64 تايمز الهايت بكام؟ تايمز الهايت ب 10 هتطلع 640 سنتيمتر كيوب. يا مستر يعني انا لو جات لي مثلا سؤال زي ده في الامتحان احله بأنهي طريقه؟ اقول لك حل بالاسهل ليك. عايز تستخدم قانون التوتال اريا اللي انت اصلا عارفه من جريد ايه؟ من جريد 6، اللي هو التوتال اريا للكيوبويد اللي هو 2 ملتبلاي لينس ملتبلاي ويتس بلس ويتس ملتبلاي هايت بلس هايت ملتبلاي لينس، وتعتبر ان اللينس والويتس قد بعض كل واحده منهم ب 8 تمام، وتطلع التوتال اريا بايه؟ بخطوات اقل تمام. والفوليوم هتجيبه بيز اريا تايمز الهايت اللي هي 8 ملتبلاي 8 او ال 8 باور 2 لان ده سكوير، يبقى 8 باور 2 اللي هي سايد باور 2 ملتبلاي مين؟ ملتبلاي الهايت، وهتطلع معاك برضو 600 ايه 40، او تشتغل بالطريقه الثانيه ديت، الاثنين صح. Number 13 بيقول لي a hospital has 100 doctors 200 nurse a layer sample of 60 individuals was taken with each stratum represented according to its size calculate the number of nurse in this sample. طيب انا عشان اجيب النمبر اوف نيرس ان ذيس سيمبل لازم اشوف اول حاجه هو عدد النيرس كان كام اصلا 200، فهاخد ال 200 اوفر التوتال بتاع الهوسبيتال كامله اللي هو كام؟ توتال الهوسبيتال كامله اللي هو كام؟ اللي هو عباره عن 200 بلس 100 تمام، وناخد ده ملتبلاي مين؟ عدد الايه؟ السامبل اللي هو 60، يعني هيبقى 200 اوفر 300 ملتبلاي مين؟ ملتبلاي ال 60. طيب اطير الزيروهين مع الزيروهين ويبقى عندك هنا وهنا ديفايد 3 1 ديفايد 3 20 هيبقى 20 ملتبلاي 2 يعني ايكوال 40 نيرس. نروح بعد كده على نمبر 14 بيقول لي a school has 750 students a sample of 30 students were asked about their favorite sport the answers were accorded in the opposite table. طيب انا معايا هنا بيقول لي الفوتبول عندي الفريكونسي ليها 15 والسويمنج 8 والهاندبول 4 والباسكت بول 3. على طول اقول لك زود خانه كده من عندك التوتال وتحسب ال 15 بلس ال 8 بلس ال 4 بلس ال 3 تمام. هتيجي تحسبهم كده هيطلعوا معاك بكام؟ ادي كده 8 و4 ادي كده 12 و3 15 و15 يبقى كده ايه؟ يبقى كده 30. طيب يبقى انت حضرتك دلوقتي معاك التوتال. طيب هو اصلا مدي لك هنا مين؟ التوتال، يبقى لو ما كانش مديك التوتال يبقى كان لازم تعمل الخطوه دي. جميل. يبقى انت هنا لو كان مدي لك الجدول ومش كاتب لك ان هم 30 ستودنت يبقى انت كان لازم تجيب اول حاجه التوتال بتاع مين؟ بتاع السامبل ده. طيب بعد كده انا عايز مين؟ عايز اجيب البروبابيلتي للستودنت از بريفيرنج سويمنج، يبقى اخد النمبر بتاع السويمنج من الجدول اللي هو 8 اوفر التوتال اللي هو 30 ونحسبه هشوف هيطلع معانا بكام. طبعا ديفايد باي 2 هيدينا 4 وهنا ديفايدد باي 2 هيدينا 15 هتطلع معايا 4 اوفر 15. خلاص يا شباب. طيب يبقى انا ما استعملتش دلوقتي مين؟ ال 750 ستودنتس، انا بجيب البروبابيلتي للسويمنج بجيبه عن طريق مين؟ الجدول ده، يبقى لازم استخدم التوتال للجدول ده. جميل. طيب قال لي بعد كده بيقول لي what is the predictable number of students who prefer handball among the school student. طيب عشان اجيب ال predictable number of students who prefer handball يبقى لازم اجيب ال probability للهاندبول. طيب probability الهاندبول عباره عن عدد الهاندبول اللي هو 4 over التوتال 30 وناخد ده ملتبلاي مين؟ ملتبلاي السكول كلها او ال number of students in the school اللي هو معانا بكام هنا في السؤال؟ ب 700 ايه 50 يبقى ملتبلاي 750 ونيجي نحسبها هنقول له ادي 4
over 30 multiply 750 هتطلع معانا ب 100 يبقى equal 100 students. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية مراجعة توجيه الرياضيات لبريب 2. يا رب نكون استفدنا من الفيديو، ولو عندك حد من اصحابك لسه ما شافش الفيديو اعمل له شير عشان الكل يستفاد، وما تنسناش من خالص دعاكم. كل التوفيق يا رب لكل الطلاب والطالبات، اشوفكم على خير ان شاء الله السنة الجاية تكونوا في بريب 3. ربنا يوفقكم يا رب في الامتحانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.